المشكله دي معاناه جامده قوي، لان انا مثلا مستلف فلوس وربنا يكفيني شر السلف ما نستلفش، يعني يكون معايا قرشين محددين وعاوز ابدا بيهم، وقعدت اخطط في مشروع ان انا اوزع مثلا كميه ويعني خلي بال سيادتك ان ممكن انا فكرت قبل كده ان انا اوزع مليون، ولو وزعت مليون في مكسب ربع جنيه يبقى معايا ربع مليون جنيه، واقعد افكر بقى ازاي اوزع البضاعه دي وازاي اروضها، وقال لك اللي ما يدللش على بضاعته تبور، واعمل بقى افكر تفكير جامد، وانا راجل ما عنديش امكانيات واعمل اعلان في التلفزيون وبتاع، بطريقتي انا الخاصه بعمل اعلان بقى بطريقتي مع الناس الحلوه والطيبين زيكم كده يعني ان شاء الله، وبعمل اعلان انا بطريقتي. بعد كل ده يجي هوب يروح حاجه ايه جاي قلب كل ده، تيجي ايه يا البلديه يا البلطجيه. معلش دي مشكله ما تزعلش مني، مشكله جامده قوي بتاعت حكايه البلديه يا البلطجيه، دي مشكلتين يهددوا اي واحد صغير، والصغير ده بياخد من الكبير، والصغير ده ممكن يبقى كبير، فدي مشكله الامان والاستقرار دي. انا كنت زمان بشتغل في الورق وكتب، كان بيجوا لي تربابيكيا يرموا لي الورق برخص التراب واحطه كده رصاصه على بعض واغطيه وامشي وده الاقيه ستوب. خدت بالك؟ مش عارف بقى ايه الحكايه بتاعت السرقه دي اللي بتحصل، وايه موضوع السرقه دي اللي مشكله جامده، اقسم بالله زي ما بقول لسيادتك، يعني مش عارف نفس الدوله تحارب معلش يعني الحراميه بطريقه بقى مش يجوا كده، يعني طريقه يكون بقى ايه، يكون الاعلام يوعي الناس ويتكلموا. الاعلام مهم جدا بحكايه اي حاجه، الاعلام ليه كيانه، يعني الاعلام مش سهل، الاعلام ممكن اي حاجه بتتنفذ، الناس بتسمع كلام الاعلام التلفزيون والحاجات دي، ولو في حاجه غلط كمان بيسمعوها بيصدقوها، في ناس طيبين بيتكلموا باخلاص، والوقت اللي بيتكلم باخلاص ما ممكن يضيع كمان، مش هيسيبوه بحاله. خدت بال سيادتك؟ فهنا الكلمه التي تطلع من الفم كالصور الهايج لم ترد الى الفم، كن صادقا، لازم الواحد يكون صادق، يعني دي من ضمن الكلام اللي بقول لسيادتك اللي هو عن الكذب، الكلمه التي تطلع من الفم كالصور الهايج لن ترجع للفم تاني. الكذب عند الانبياء خيانه، الكذب النمل يعاقب الكذب بالاعدام. مره نمله راحت شافت شقف جراده او شقف صرصار، وراحت هم ليهم ايه، راحت جابت الجيش من النمل، هم طريقتهم كده في العيشه، واحده تطلع تعمل استكشاف وتلاقي حاجه تروح تجيب جم كان شويه هوا جم طيروا لحته الشقافه دي، جم راحوا ملفين حواليها وعملوا عليها دايره، وكل نملات تقرصها وتهاجمها وترجع لورا، لما نفذوا عليها الموت حكموا عليها بالإعدام عشان كذبت. جم ما لقوش الحاجه اللي هي قالت عليها، كان هم جوه شويه هوا طيروا الشقفه دي او جناح صرصار اللي بيها، عاقبوها بالاعدام. النمل اللي احنا بنستهتر بيه ده، والنمل الشجاع يبحث عن الطعام تحت الاقدام ما بيخافش الموت، النمل بيدور على اكله وتبقى انت هتدوس عليه كده وبيبحث عن الطعام ما بيأس. ليه احنا بقى لا مؤاخذه مع احترام لسيادتك ما نبحثش عن الطعام زي النمل؟ بل احنا ربنا مفضلنا، لينا عقل وربنا مكرمنا ومدينا عقل جامد، يعني ده احنا عند ربنا مفضلنا على العالمين اللي خلقها كلها، عن المخلوقات اللي هو خلقها. ليه؟ بالعقل، عشان لينا عقل بنميز ونقدر نعيش. المشكله دي ان كل واحد يبقى كاشش في مكان زي المؤاخذه مش عاوز اقول كلمه بايخه، زي ما يكون فار داخل جوه جحر وخايف يطلع. لا، ده البني ادم يطلع ولو هيموت عشان خاطر قال لك برضه ده بيبقى بيجاهد، بيطلع يجاهد برضه. امال الانسان لما بيطلع يجاهد يطلع طالع ياكل عيش مثلا، او بالناحيتين بيصلي وبيجاهد ومات وهو بيجاهد عشان ياكل، يعني جهاد برضه، انه بيجاهد برضه ايه بسبيل انه يجيب قوته، ومش رايح سبيل الشيطان ولا رايح السيما ولا رايح القهوه، لا ده طالع يجيب، ده اللي بتعبر بيجاهد بقى. خدت سيادتك؟ فهنا خدت بالك، هنا اصبح بجهاد او بيجاهد، انما يقعد بقى يتكامش يخاف يطلع الجبل، طب يقعد كده لا مؤاخذه من غير اي حاجه، مين اللي هيحكي له؟ مين اللي هيشوفه؟
لا لازم يعمل تجارب على نفسه، ويكون عنده يعني ثقة في نفسه انه يقدر يعيش، خد بالك، وما يبقاش عنده يأس. لازم يطلع الجبل ويدور على اللي مات لا عاش، يا يموت يا يعيش، يدور زي سيدنا